دكتور تافه بيحط خاتم في بق المريض عشان عامل مفاجأة لحبيبته، وبيقول لحبيبته نضف سنان المريض، واول ما بتروح تنضف سنانه المريض بيبلع الخاتم وبيفضل يكح، والدكتور بيخاف لا يموت ويروح هو فيها، وبيمسك المريض وبيفضل يدوس على بطنه لحد ما بيقدر يخرج الخاتم، والبنت بتتصرف لما بتشوف ان كان في بقه خاتم، وكان بيعمل كده عشان عايز يديها الخاتم بطريقة عبيطة، والدكتور بيزعق له على اللي عمله، وبيقول له ده لو كان مات المستشفى كلها كانت هتتقفل وانت هتتحبس، وبيقول له بسبب تفاهتك دي انت مطرود، وبيقول للبنت وانت كمان لو ما عقلتيش هطردك، وبتتضايق وبتروح تمشي، بس هو بيوقفها وبيقول انا عملت كده عشان بحبك، وبتقول له هو فعلا عنده حق وانت انسان تافه، وبتقول له انت مرتبط بيا بقالك سنين وكل ده ومش عايز تاخد خطوه ولا تتقدم لي لاهلي، وبتمشي، وفي تاني يوم بتروح تقابل ابوها اللي بقالها كتير ما بتشوفوش، وبتقول له ايه المفاجاه الجميله دي، وبيقول لها ما كانتش هتحصل من لولا جاك، وبتستغرب لما بتشوفه، وبتقول لابوها التافه ده بيعمل ايه هنا، وبيقول ده هو اللي كلمني عشان عايز يتقدم لك رسمي، والبنت بتفرح جدا، واول ما بتيجي التورته بيروح قاطعها بالسكينه بس بيتفرع في وشه وبيتبهدله، وبيقول لها ايه اللي انت عملتيه ده، وبتقول له حبيت اعمل مقلب تافه زيك.